السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم يا جماعة مع بعض عن حاجة جديدة الناس كلها بتتكلم عليها والناس كلها طالبة الفيديو بتاعها. هنتكلم عن منصة أكزيم. منصة أكزيم دي مبدئيا أكزيم دي منصة لتداول عملات الميم كوين على شبكة سولانا. يعني ايه منصة؟ يعني هي مش بوت، هي العملات، هي اصلا العملات بتنزل عليها وانت ممكن تدخل تتداول من عليها. احنا هنحاول نقسم اجزاء على كذا فيديو. النهارده هنتكلم على ان ازاي انا اتعامل. انا عندي عمله عايز ادخل اشتريها من اكزيم وافحصها سريعا واخد فيها قرار. اول حاجه بنفتح اكزيم. طبعا تاخد الرابط هتلاقيه موجود اسفل الفيديو، وهتلاقيه موجود كل روابط البوتات وكل روابط المنصات اللي هتحتاجها هتلاقيها موجوده عندنا على قناه التليجرام. هتدخل باللينك عشان خاطر ما تدخلش على اي حاجه غلط وما تتعرضش للاحتيال. هتدخل اول حاجه على المنصه، هتظهر لك الواجهه، هتعمل ساين ان الاول لو انت هتعمل بجوجل مثلا او هتربط محفظتك ايا كان. المهم ان انت هتدخل على المنصه، ولكن انت هتعمل ساين ان بجوجل هتفتح لك المنصه كده. لو انت عايز اول حاجه هتعملها هتودع فيها فلوس، هتعمل مثلا ديبوزيت، هيدي لك العنوان، هتحول عليه سولانا، هتلقى الفلوس وصلت في محفظتك. او ممكن تكونكت مع، يعني تربط محفظه تانية، يعني محفظه تروجان بتاعتك مثلا او محفظه فانتوم تجيبها هنا. هتعمل الكلام ده ازاي؟ شايف من تحت هنا في علامه الوالد اهي محفظه، هتقول له اد والد. تمام. هتقول له هنا امبورت والد، هتجيب البرايفت كي من الفانتوم او من تروجان وهتحطه هنا في امبورت والد. هيضيف لك المحفظه وهي اللي هتشتغل بيها، تخليها هي الاكتف يعني. المهم، هنفترض ان انا دلوقتي عايز اتريد عمله، معايا عمله عايز ادخل اشوفها اذا كنت هشتريها واعرف ازاي ابيع واشتري. هاجي السيرش، في علامه السيرش اهي، وهننسخ السي اي وننسخه هنا كده، وليكن مثلا العمله دي تلاقيها ظهرت لك في المنصه، تختار اول واحده. ده الشرط بتاعها. جميل. اول حاجه، ايه اللي انا المفروض ابص عليه في العمله؟ بص يا باشا، انا عايز ابص اول حاجه بشوف الفوليوم. بص ده 5 دقايق فوليوم، واضح ان العمله لها فوليوم كبير. البايز والسيلز، واضح ان الباي اكتر من السيل. نت فوليوم في الاخر اهو اكتر، فرق $3000. واضح يبقى هنا الناس بتشتري اكتر ما بتبيع. تمام. نشوف عمليات التريدز نفسها. هنا تحت هتلقى تريدز، دي عمليات البيع والشراء. الهولدرز، بص الهولدرز كام؟ 8663. واضح ان هي عمله فيها هولدرز كبيره جدا، واضح من الماركت كاب بتاعها ان هي عمله قويه وعاليه. ودي البابل ماب بتاعتها، واضح ان هي ما فيهاش باندلز كبيره، العمله شكلها كويس. شوف التوب تريدز مثلا لو انت عايز تشوفها يعني. دي الناس اللي غالبا هتلاقيهم يعني اللي عملت ارقام في الاول هي اللي هتبقى ظاهره. تمام. ده اشترى ب $24000، باع ب $114000، كسبان $90000. ده $14000، باع ب 93، كسبان 78، وهكذا. عشان بس الفيديو ما يطولش. الديف توكنز دي العملات اللي عملها نفس الديف قبل كده، عمل عملات اهو 14 عملة. الماركت كاب بتاع العملة، هنبص على الماركت كاب فوق 10 مليون، 10.6 مليون. ده سعرها، ده الليكويديتي اللي فيها في 855000. السبلاي فيها 1 مليون، فيها مليار عملة. نشتري بقى ازاي نشتري وازاي نبيع؟ انا دي عملة قدامي عشان اشتري قدامي حلين. في باي، دي الاماونتس اللي هتشتري بيها، واحد من 100 وواحد من 10، ودي عشان تظبطها عادي هتدوس على كده مثلا وتخلي دي مثلا 0.5 مثلا، تروح عامل صح كده. خلاص، عشان ايه؟ تشتري مثلا بنص، بواحد، زي ما انت هتشتري. دي حاجات دي انت بتظبطها بالاماونتس اللي انت هتشتري بيها. والسيلز نفس الكلام، هتبقى دي بنسب العملات اللي هتبقى معاك من العمله، انت بتبيعها في 10، في 25%، في 50%، في 100%، حسب انت هتبيع قد ايه. دي اول طريقه في الشراء، ان انت هتقول له مثلا نص سولانا باي نيت. انا عشان المحفظه فاضيه، عشان لسه مكريت الاكونت فما فيهاش حاجه، هتقول له باي نيت، هيبقى اشتراها. اسم نيت ده اسم العمله. تمام. في حل تاني، انا عايز العمله دلوقتي دي. تمام. عايز يا باشا انا اشتريها هي دلوقتي على 10 مليون، عايز استناها لما تنزل عند مثلا التسعة مليون، او مثلا نستنى عند مقاومة 8 مليون مثلا،
واشتريها، لما تنزل عند ال8 عايزه يشتريها لي، احط له ليميت اوردر. اجي هنا واكتب له هنا في الماركت كاب 8 مليون، او تنزل بالشرط الاصفر ده تحطه عند الحته اللي انت عايزها. تمام كده مثلا هو حطها عند كده، يبقى هي كده، وتقول له مثلا بنص. كده هو اول ما العمله هتنزل للماركت كاب 8 و6 اللي عند الخط اللي انت حددته، هيشتري لك بنص سولانه او بالرقم اللي انت هتبقى مختاره. اتفقنا؟ هتقول له باي، هي ايه، هيشتري. طبعا هو ما اشتريش عشان المحفظه فاضيه. والسل نفس الكلام، ممكن تعمل ليميت اوردر في السل، ان انت مثلا لما العمله توصل 14 مثلا مليون تحطها له كده، هتبيع لي 50%. تمام، فهو كده اول ما العمله توصل ل 14 مليون هيروح 13 مليون هيبيع لك الرقم اللي انت قلته. ده باختصار البيع والشراء في منصه اكزيم. دي اول حاجه هنتكلم عليها. خلاص، ده كان شرح بسيط لاول جزء في طريق ازاي تبيع وازاي تشتري وازاي تبص على العمله سريعا على منصه اكزيم. انتظرونا، هنعمل فيديوهات تانية، هنحاول نغطي المنصه على قد ما نقدر. تابعونا على جميع المنصات بتاعتنا. آه، تابعونا على التليجرام، تعالوا على القناة، بصوا عندنا جروب شات هنتابع مع بعض، ولو في اي استفسارات بنستقبلها ونرد عليكم. تابعونا على التيك توك، على اليوتيوب، على الانستجرام، على الاكس، هتلاقيني سايب لك الروابط بتاعتها كلها اسفل الفيديو. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة. سلام. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس.